اللهم في يوم الجمعة اللهم عوضني خيرا عن كل شيء ضاق بي، واجبر قلبي جبرا ينسيني كل هم، ويسر لي الخير في كل شيء، واهدني واهد قلبي يا الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا أذن الخير التي استمعت لآخر إرسال السماء، ويا لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في يوم الجمعة مع بيت فريدة. وحشتوني قوي 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 قد الدنيا. ويا رب تكونوا بخير، ويا رب يوم يكون سعيد عليكم وعلى المسلمين جميعا، ما يحرمكوش من حد حبيبكم يا رب، ويا رب يرحم امواتنا جميعا ويصبر قلب كل حد فارق، ويدي كل عايز بيبي، واي حد فقد بيبي او حتى كان لسه في بطنه يا رب يعوضكم خير ويديكم كل الخير، ويا رب دايما كده كلنا بخير وصحه وستر. واللهم بارك لنا في رجب وشعبان، بلغنا رمضان، خلاص رمضان على الابواب، الشهر اللي بعد الجاي رجب. فيلا بينا نبتدي اليوم بتاعنا النهارده، واقول لكم هعمل فيه ايه. بس صلوا على النبي، لو ما تحبوني اعملوا سبسكرايب، بس حطوا بقى لايك، امان عليكم ما تخرجوا غير ما تعملوا لايك عشان اتشجع منكم جدا جدا جدا. ولو ما تحبوني اعملوا سبسكرايب، ويلا بينا نشوف اليوم بتاعنا. يوم جديد مع عديده. واليوم بقى يا جماعه النهارده بسيط شويتين الحمد لله، مش هعمل حاجات كتير. هعمل معاكم الغدا النهارده، هعمل مكرونه وهعمل بانيه وبس. الدنيا نضيفه من امبارح بالليل، الخميس انا منضفه، والمطبخ ما فيش مواعين. نعم يروح ماما، عايز ايه يا قلبي؟ الجمعة بيتصلوا بره، صلي الجمعة. بس حاضر بقى انا الحاضر، كان عندي غسيل غسلته، حاضر انا خلاص صليت، غسيل غسلته وغسيل لسه هيتغسل، والتويليت برده نضيف من امبارح، والمطبخ برده كله نضيف ما فيهوش اي حاجه. كنت عامله تورته امبارح طبعا الخميس ومظبطه الدنيا. نعم هنعمل الغدا دلوقتي قبل ما سوليتا تصحى. الله يتصرف في الحكايه دي بقى. ازاي؟ قال لك مهمات الحياه التي تتطلبك ان تزيد على ما اتاك الله ينسيك الله اياها، ولا تخطر على بالك. وفراخ وحمام وسمك ولحم لا 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 واشياء جميله قوي وفواكه وبرقوق. اليوم بقى ابتدى معايا بنشاط. انا قمت بدري برغم ان انا كنت نايمه متاخر، بس ما اقدرش اسمع الصلاه بتاعه الجمعه وافضل نايمه، ودي حاجه انا متعوده عليها من في بيت اهلي بفضل ربنا، ثم عمي الله يرحمه دايما بدعي له بالرحمه، ويا رب يرحم اموات المسلمين جميعا. قومي افتحي الشبابيك ودخلي كده ضوء ربنا وشغلي بخور، وادي كده اجواء للمكان، وهتحسي باحلى اجواء في بيتك. عايزه قوي ونفسي افضفض معاكم، بس عارفين اللي هو يا جماعه الشكوى لغير الله مذله، ولكن الشكوى اللي عايزه اشتكيها دي مش شكوى يعني في حاجه ولا ببطر على نعمه ربنا والله خالص، ولكن شكوى اللي هو نفسيا. عارفين اللي هو ان انتوا عايزين تعيطوا بس مش قادرين، حاسين ان انتوا مضغوطين، حاسين ان انتوا كل حاجه عليكم، بس برجع اهدى بسرعه واقول الحمد لله. فدايما لما تحسوا ان انتوا وصلتوا للمرحله دي وعايزين تشتكوا ومش لاقيين حد تتكلموا معاه، حتى اللي هو اقرب حد ليكم بتشتكوا له او تتكلموا معاه ومفيش فايده، فقولوا يا رب هتلاقوا نفسكم بتهدوا شويه. هنا انا كنت فاتحه الميه والغاز بتاعي السخان باظ وبجد مش احسن حاجه، وهنا كنت عماله الطم على وشي عشان خاطر لما بفتح الميه بره الميه السخنه تتاثر في التويليت، واحمد كان في التويليت وقعد يقول لي وانت فاتحه الميه بره، فما رضيتش عليه بصراحه. قلت انا كده كده فتحت الميه وكده كده انا عايزه املى عشان اعمل مكرونه على طول، فخلاص بقى انا خليني اكني مش واقفه، وقعدت اقول الميه بسرعه بسرعه بسرعه. المهم ان انا النهارده زي ما شرحت لكم ان انا نايمه من امبارح مفيش اي حاجه الحمد لله، وطبعا انا ببهدل بصدره، ومش قصدي والله ان انا اطلعها معايا على طول ولا اي حاجه، ولكن اقسم بالله اقسم بالله صدري على طول بتبقى عايزه دراعي، ومفيش ان انا اسيبها في الارض وتعيط، بس بسيبها على الباونسر لما بتكون كده مزاجها رايق. بصراحه الباونسر شايل عني كتير، بس هي ساعات بتعيط وعايزاني، فمش هينفع ان انا اسيبها بقى كده او ان انا اقعد جنبيها، فبضطر ان انا اشيلها على دراعي واعمل بيها شغل البيت واصور بيها، بيبقى غصب عني. وبعدين في ناس كتير عندها اولاد ربنا يبارك لهم فيهم، وما شاء الله امارات خالص تبارك الله، فبس ده المقصود، يعني مش قصدي ان انا اصور صدر كل شويه. عايزه اقول لكم ان انا شفت الفيديو بتاع الكومنتات بتاع الفيديو اللي فات، وفي ناس كتير قعدت تقول لي ان انا يعني ارجع مع سجوده زي الاول. والله يا جماعه انا يمكن اكتر من الاول، بس هو حاسس ان هو في فرق، وانا حاسه ان انا برضو
حاسه بذنب مش عارفه ليه. فبحاول وكنت بجيب حاجات حلوه واقول له سدره جايباها لك، بس سدره ساجد بقى بيعاند بمرعى ودلع، يعني بقى بيعمل اخطاء كتيره، حتى لو انا بعمله كويس هو بيعمل اخطاء كتيره وعايزني انا اسامحه، يعني هو عارف الحاجه الغلط وبيعملها. فهي فتره هتعدي مهما اشكلكم ومهما تقولوا لي حلول، كده كده كل طفل غير التاني وهنتاقلم مع بعض. قلت لكم طبعا قبل كده ان الخلاط بتاعي باظ، فدايما بعتمد على هاند بلندر دلوقتي لحد ما اصلحه. مش عارفه يا جماعه بجد لما حاجه بتبوظ عندنا بنكسل نصلحها على طول، بس ده ماشي الحال يعني، بيمشي معايا الحال. بقطع الطماطم مكعبات صغيره مربعات، يعني 4 الواحده على 4، بحط عليها الميه وببتدي ان انا اعملها، ما بياخدش معايا دقيقتين بالظبط. هنا سجوده بقى، راح جاب لي سجوده طبعا صدر لك يا جماعه. عايزه اقول لكم الصدره بجد بتصرف كتير قوي. جربت كل انواع الحفاضات، يعني بيبي جوي اصلا مش بحبه، ما كنتش حاطاه في الحسبان انا هجيبه، بس بجيبه كده لما الحفاضات بتاعتها الاساسيه حفاضه بامبر اللي هي جميله، عايزه منها بانس اللي هي الشورت دي. والمره دي جبت اللي هو الحفاضه بتاعه مولفيك. طبعا خدتوا بالكم من ساجد هنا وانا بعمل صدر شعرها، فراح هو كمان حط ايده على شعره وقال لي وانا، اللي هو ما قالش وانا، هو بيقول لي انت بتسرحي صدر شعرها وانا لا، رحت اخدته ورحت عملت له شعره هو كمان. هنا عملت بقى الميه السخنه عشان خاطر اللي احنا خدناها سرقه، هسلق المكرونه. مش عارفه ايه اللي خليني اقول لكم كده دلوقتي، بس يمكن عشان نفسي في الملوخيه قوي قوي، بس نفسي اعملها بالجمبري والاول مره اعملها بالجمبري، فعايزه اجيب ان شاء الله باذن الله لما انزل اجيب المشتريات واعمل ملوخيه بالجمبري. المهم احسن ملوخيه اكلتها في حياتي، والله 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 في حياتي كلها، كان في بيت او في مطعم، بتاعت قصر الكبابجي. يا جماعه بجد اللي راح هناك وجرب الملوخيه بتاعتهم، ملوخيتهم جميله قوي، فيها سحر، معرفش فيها ايه بجد، طعمها لذيذ لذاذه عمري ما دقتها. تمام. احلى مكرونه كلتها في حياتي، احلى مكرونه كان في مره كنت جايبها من حد سوري. بسم الله. نرجع لموضوع المكرونه بالبشاميل اللي كنت جايبها من حد سوري، كان في المنظره بصراحه، كنت اخدها دعايه يعني اجرب الاكل بتاعهم، بس كان تحفه والله العظيم، كانت جميله بجد، كنت حاسه اول مره ادوق طعم القمر ده. تاني مره اكلتها كانت في بابلو بقى، بجد سحر 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 سحر، مش عارفه ايه اللي خلاني اقول لكم كده دلوقتي، بس حبيت اقول لكم بجد اشارككم يعني تجربتي في كذا حاجه. وفي نفس الوقت عايزه اعمل مكرونه بالبشاميل معاكم كده، واعمل فراخ في الفرن او فراخ محشيه وقلقاس ورز بالشعريه، يعني ان شاء الله كده نسيب النهارده نفسينا الجمعه ونظبط كده نعمل حاجه في يوم تاني. دخلت بقى كده شلت قلت الطماطم تتسبك بسيط، وشلت بقى بتاع ده اللحاف، وبصيت كده شويه تحت لاني سمعت صوت سجوده في الشارع، ما اعرفش ازاي، بس انا هو كان رايح يجيب لي دقيق هو وبنت جارتنا عشان مش هيعرف يروح لوحده لان المكان بتاع الدقيق بعيد، وهو كان رايح يجيب لي دقيق من تحت البيت فما لاقيش، بس هو نفعني والله بنفع ربنا. طبعا الخماره اللي انا لابسه لسه اخده بالي دلوقتي في الكاميرا ان هو في بقعه سودا، دي شوكولاته كنت عامله كيكه يوم الخميس، والشوكولاته كانت عامله طبعا. انا فرشت الفرش الشتوي للشقه، بس لسه ما فرشتش السرير، ما غيرتش يعني الشتوي بتاعي، فسايباها في الاخر، وبفرش بقى الحاجات اللي هي ممكن تكون فيها بلوستر شويه بتسخن دي، وما بحطهاش في الصيف. الشنطتين دول جايباهم من عند جوزي، وعايزه اقول لكم ان انا محل جوزي في البيطاج، بس خلاص يعني يعتبر احنا على الابواب ان احنا نقفل عشان صاحب المحل عايز المحل بتاعه، فربنا يكرمنا ان شاء الله ونشوف محل ايجار تاني ناخدوه. هيكون بقى قريب جدا من الناس كلها، يعني هيكون ما بين البيطاج والهانوفيل وعلى الشارع عمومي، فان شاء الله باذن الله ربنا ييسر لنا فيه، هشارككم برضو فيه واقول لكم فين وكده. الشنطتين دول من عنده، اغلى شنطه عندنا بتبقى عامله 220 250 جنيه، وعندنا شنط بتبتدي من اول 50 جنيه وكلها ترندي، و75 والله العظيم، وحاجاتنا جميله قوي، انا مش بشكر عشان هي حاجتنا، بس والله والله فعلا حاجاتنا حلوه. وانتوا طبعا لما بتيجوا بتشوفوا يعني الحاجه بتبقى قدامكم الكواليتي بتاعها عامل ازاي. صدوره طبعا دلوقتي احمد هيجي يرميها لي عشان خاطر قعدت تعيط، فقلت كده اكسب وقت بسرعه واحمد قاعد بيها، اشيل كده الطرح بتاعتي واشيل البيجامات بتاعتي، يعني لان انا دايما اقرب حاجه ليا ان انا اشيل فيها الهدوم بتاعتي الكرسي ده بركنه على طول، بس برجع اقول لا ما ينفعش كده، ده كسل ده، واللي انا اركن الحاجه ده كده غلط. بصوا اهو جعت اهو لي
على طول، مفيش فصال ولا كلام ولا اي حاجه. في حد كتير سألني على الكرسي ده، ودايما كنت بحط لكم رقم عمه هنا على الشاشه، فانا مش فاكره هو فين الرقم دلوقتي، بس عامه هو معنوانه عند اللبان بالظبط في شارع السبع بنات. عنده كده مطلعين قدام المحلات، هتلاقيهم من نفس الكراسي دي، وكمان الحاجات اللي هي الستانلس بتاعت الكوشه والعرايس والفرحان. ده كنت جايباه عامل 650 جنيه وحلو قوي، شكله كمان شيك وجميل. لاي حد يعني بيفصل العفش بتاعه اعملوا كراسي من دي، احسن من اللي هو الكرسي الصندوق ده، حلو قوي. والتسريحه بتاعتي برضو انا اللي كنت عاملاها، لو فاكرين من زمان كنت مجدداها معاكم لو فاكرين يعني. هنا كنت بفتح الدولاب وكنت عايزه اصوت واعيط بجد. انا لقيت احمد مبهدل لي الدولاب، والله العظيم مبهدلولي، وانا كنت زعلانه قوي. انا مش عارفه نعمل ايه في صنف الرجاله ده. انا ابني لما يكبر مراته هتدعي لي، والله العظيم يا جماعه هتدعي لي بجد. حضرت هنا بقى البانيه، كنت متبلاه قبليها، وكمان البيض والملح والدقيق والبقسماط. طبعا كده انا جهزت كل حاجه. الدقيق والبقسماط بجيبه ريتش باك تحفه. وبعدين هاخد بقى من هنا ثواني، طب اقف بره ثانيه بس وانا هجيلك. وبعدين نحط في البيض، وبعدين نصفي. احمد قوم خد البنت وامشي بيها شويه. طبعا حالنا كلنا، وياخدوها دقيقه ويقولوا خديها احنا مش قادرين نمشي بيها. مش عارفين نسكتوهم ولا ايه. بسم الله. وهوبا زقلطه هنا. هو ما عملش تش ليه؟ والله هنا مولعه النار عليه بس موطياه. انا مش عارفه هو عمل ريم كده ليه، بس هو زيت نضيف اصلا. بس بسم الله. بسم الله. لو وصلتوا لنص الفيديو هنا صلوا على النبي، وترحموا على اموات المسلمين جميعا، وترحموا على صالح الجعفراوي، وترحموا على صاحبتي الله يرحمها، وعلى يا رب كل من فارق، وعلى كل اخ واخت فرقوا اخواتهم، وكل ام واب فرقوا اولادهم، ويا رب يجمعنا بيهم في الجنه على خير، ويطلعنا من الدنيا دي على خير. طبعا انتوا هنا مستغربين زي ما انا مستغربه نفسي كويس جدا ان ازاي بطلع البطاطس بالمقصوصه دي، او بالبتاعه دي اسمها ايه بتاعه البانيه، بس انا مش عارفه عملت كده ازاي. بس اهو يا جماعه وخلاص، دي انا مكسله اجيب حاجه تانية، وكمان مش بعرف اطلع بالبتاعه التانية اللي هي الصفايه، وما عنديش منها بصراحه، بس هجيب منها واحده الومنيوم كده اسمها مقصوصه صح ولا صفايه. الصفايه التانية اللي هي التانية العاديه دي اللي احنا بنصفي بيها زي بتاعه اليانسون، بس الكبيره منها ما بعرفش اصفي بيها اصلا. بس البطاطس دي بقى انا الجاهزه، مش اللي انا من جبان حمراء، دي اللي هي بطاطس البوم فريت الجاهزه، وبجيب منها رفيعه بتبقى جميله قوي. هنا الواحده وقعت مني، انا برضو عايزه اشيلها ومصممه ان انا اشيلها، وتقع مني كل شويه، في الاخر مسكتها. ما هي كده هتتاكل حتى لو في طبق البانيه، بس انا لا ابدا. في ناس بتقول عليه بانيه، هو انه بقى صح بانيه ولا بانيه؟ فهموني بقى النقطه دي. والنطقين واحد لا يعني الكتابه واحده بس النطق مختلف ولا ايه؟ ولا فهموني يا جماعه برضو النقطه دي. اسرع اكله والذ اكله بطاطس محمره والبانيه والمكرونه، وكمان لو جنبيهم شويه جرجير او سلطه، يا لهوي قمر. عارفين الاكله دي على قد ما هي جميله، بس على قد ما باكلها بحس ان انا لسه جعانه تاني وما شبعتش منها بجد والله العظيم. والبانيه لما بعمله بالطريقه دي ولما بيتبل مع بصل كده ويتساب قبلها بيوم بيبقى خطير. كده خلصت كل حاجه، وحطيت كمان مشروب. سجوده كان بيقول لكم باي باي، وكنا بنتفرج على شلبي، وفروحه طبعا اخدت اكلها وحطت لها البانيه بتاعها والبطاطس. وده كده اكلنا انا وسجوده وسدره وفرحه وساجد، وفرحه ما بتتكسف تقعد معانا، فاحنا كنا قاعدين بنتفرج على شلبي. طبعا الحمد لله رب العالمين خلصنا اكل، وغسلت المواعين في ثانيه خشي، وكمان الحوض يلا هوبا يلا بينا. وبكده اكون خلصت كل حاجه وانا مرتاحه نفسيا، واليوم بتاعنا خلص. بالليل العشاء بقى ممكن نتعشى اي حاجه خفيفه، ممكن اندومي، ممكن نعمل مثلا اعمل عيش باللحمه سهل، اجيب عجينه من بره او اعملها كده سريعه. انا ممكن مثلا اي حاجه، شويه جبنه وخيار، اي حاجه اللي هتيجي قدامنا هناكلوها. هنا بعد ما خلصت المواعين كان عندي طبق رز خلطه بتاع محشي اللي كنا عاملينه سوا، وكان عندي طبق بصاره ما حبيتش ارميهم عشان حرام، غطيتهم باكياس الباندا اللي هي فيها 100 كيس. ال 100 كيس دول ب 20 جنيه غطا، بجد مريحيني جدا. بحط فيهم كل حاجه، احطهم في التلاجة، لا بيطلعوا ريحه ولا بيلقطوا ريحه. هنا بقى الشفاط كنت لسه غسلاه، بس حبيت ان انا اوريكم كده اللي هو نضيف قشطه عشان احفزكم واشجعكم انتوا كمان تقوموا تغسلوا الشفاط بتاعكم. بصوا قشطه ازاي غسلته، وبجد بيشفط بسرعه وببقى مرتاحه. وده كده شكل المطبخ بتاعي. استنوا في الفيديو اللي جاي، حطوا لايك. باي.